جوزفين إيرب معروفة النهاردة أكتر بإنها كانت رفيقة وايت إيرب اللي عاشرته من غير جواز رسمي، رجل القانون والمقامر المشهور، لكن حياتها مليانة غموض. تعالوا معنا نرجع لأمريكا في القرن التاسع عشر. جوزفين سارة ماركوس اتولدت سنة 1861 في مدينة نيويورك. أهلها كانوا مهاجرين يهود أصلاً، جايين من بروسيا اللي دلوقتي جزء منها بقى في بولندا. زي كتير من الناس اللي وصلوا للساحل الشرقي لأمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت الحياة صعبة على عائلة ماركوس. وفي سنة 1868 لما كانت جوزفين عندها 7 سنين بس، ركبوا سفينة ونزلوا جنوباً على بنما، وبعدها طلعوا شمال لمدينة سان فرانسيسكو اللي كانت بتكبر وقتها. هنا هنري ماركوس والد جوزفين اشتغل خباز، وعيلته استقرت على قدر من الراحة، بس ما كانوش أغنياء. تفاصيل حياة جوزفين في بدايتها وكمان جزء كبير من حياتها بعد كده معقدة بسبب عاملين. أولاً، جوزفين نفسها كانت معروفة بالكذب. في وقت لاحق من حياتها بعد ما بقت مشهورة ومعروفة، كانت دايماً بتخترع أو بتغير تفاصيل عن حياتها في الماضي. ثانياً، كتير من الحقائق عن حياتها في خيال الناس مبنية على كتاب ظهر سنة 1976 بعنوان تزوجت وايت إيرب، ذكريات جوزفين سارة ماركوس إيرب. الكتاب ده كتبه جيلين بوير اللي كان يعرف عيلة إيرب، واعتمد في معلوماته بشكل كبير على اللي أقارب وايت وجوزفين قالوه له، وعلى شوية مستندات هي قالت إنها حصلت عليها عن حياة جوزفين. ومن ضمن الحاجات دي كان في مذكرات أو حاجة شبه كده، ويبدو إن جوزفين نفسها هي اللي كتبتها. بس مع إن الكتاب بقى من الأكثر مبيعاً ولسنين طويلة كان مصدر رئيسي عن حياة وايت وجوزفين إيرب، إلا إنه في التسعينات الأبحاث والتحقيقات اكتشفت إن كتير من اللي كتبه بوير كان يا إما مختلق بالكامل، يا إما الحقيقة اتغيرت علشان القصة تبقى أكثر تشويق. وعلشان كده الحكايات عن حياة جوزفين بقت معقدة بسبب تلاعبها هي الأول، وبعدين تلاعب بوير بعديها بحوالي قرن. اللي باين بشكل واضح نسبيا هو إن جوزفين ماركوس سابت بيت عيلتها في سان فرانسيسكو حوالي سنة 1874، وكانت وقتها صغيرة، عندها حوالي 13 سنة بس. وقالت بعد سنين في مذكراتها إنها فاكرة إنها بوست أمها على خدها وهي ماشية كأنها رايحة المدرسة، وما رجعتش البيت تاني. وبكلامها هي كان في حماس كتير في الجو يخليها ما تقدرش تفضل طفلة. وبعد كده اشتغلت في أماكن كتير في كاليفورنيا، وامتد شغلها شرقا لحد أريزونا. وبرضه ممكن تكون اشتغلت في الدعارة في السنين دي باسم سادي مانسفيلد. وفي أواخر سبعينات القرن التاسع عشر شكلها كانت بتشتغل راقصة بورليسك. كان أكيد في إحراج كبير من إنها كانت عاهرة وراقصة بورليسك في الفترة دي، وده اللي خلى جوزفين تحاول تغير في تاريخها الشخصي في السنين اللي بعد كده. في الحقيقة في مذكراتها بتوصف الجزء ده من حياتها إنه كان كابوس كبير. مهما كانت حقيقة سنين مراهقتها المتأخرة وبداية شبابها، إحنا عارفين حاجة واحدة أكيدة. في أواخر سبعينات القرن التاسع عشر بدأت علاقة مع واحد اسمه جوني بيهان. واحدة من الروايات اللافتة عن إزاي تقابلوا إن جوزفين كانت راكبة عربة ركاب تجرها الخيول ورايحة أريزونا، لكن لما شوية من أفراد يومان أباتشي المتمردين هربوا من المحمية ورجعوا لأماكنهم القديمة وقد عادوا للقتال، أخذوها على مزرعة قريبة علشان الأمان، وقعدت هناك 10 أيام مع باقي الركاب بيناموا على الأرض. وهناك قابلت حبيبها المستقبلي جوني بيهان. بغض النظر عن حقيقة ازاي تقابلوا، المعروف انهم عاشوا في كاليفورنيا فترة، وبعد كده انتقلوا لأريزونا، وهناك عاشوا في توب توب، لكنهم ما عادوش هناك فترة طويلة. وفي سبتمبر سنة 1880 انتقلوا تاني لمستوطنة جديدة كانت ظهرت في جنوب شرق أريزونا. في خلال شهور قليلة في أواخر سبعينات القرن التاسع عشر كان اسمها تومبستون. تومبستون كانت مدينة ازدهرت بسبب اكتشاف الفضة. في عام 1877 قام إد شليفلين بمسح التلال شرق نهر سان بيدرو في هذا الجزء من أريزونا، وسرعان ما اكتشف وجود رواسب فضة كبيرة في المنطقة. هو وشريكه في العمل قدموا طلب ملكية للمنجم اللي اكتشفه، لكن أول ما انتشرت الأخبار الناس بدأت تتجه للمنطقة عشان يدوروا على ثروتهم في الأنهار والتلال في جنوب شرق أريزونا. ومع بداية اندفاع الناس للبحث عن الفضة بدأت مستوطنة تظهر بسرعة. المدينة اللي ظهرت بسرعة بقت معروفة وبشكل ساخر شوية باسم تومبستون. زي ما تقال شيفلين قبل ما يروح يدور على المعادن في المنطقة دي إن كل اللي هيلاقيه هناك هو قبره أو شاهد قبره.
في الجزء ده من أريزونا، وقت ما جوزيفين وجوني بيهان وصلوا هناك في خريف سنة 1880، كانت المدينة بالفعل اتملت بآلاف الناس. كان فيها 4 كنائس وصالة بولينج ومدرسة وبنكين ومحل آيس كريم، وكان فندق جراندي لسه فاتح من أسابيع قليلة. بس المشاكل كمان وصلت تومبستون. سنة 1880 كان فيه بيوت دعارة كتير، وكمان 110 حانات، وأكثر من 12 صالة قمار. كتير من اللي كانوا بيوصلوا كانوا رجال حدود كساة، وكمان رعاة بقر وغيرهم من سكان الغرب اللي بيحبوا الشرب والسرقة. تومبستون كانت بتقدم فرص كتير للاثنين. في محاولة لتهدئة الفوضى اللي كانت بتزيد في المدينة، السلطات لجأت بسرعة لبعض رجال القانون المشهورين اللي كانوا وصلوا تومبستون قريب. فيرجيل إيروب كان نائب مارشال أمريكي، وكان أكبر رجل قانون في تومبستون خلال الفترة اللي بعدها. لكن أخوه وايت إيرب هو اللي كان معروف أكتر بكتير. وايت كان اكتسب سمعة كرجل قانون في ويتشيتا ودوج سيتي في كانساس خلال سبعينات القرن ال19. في سنة 1879 وصل وايت تومبستون مع كذا واحد من إخواته وجون دوك هوليداي اللي كان دكتور أسنان ومقامر، وكان قريب جدا من عائلة إيرب. وقت ما جوزيفين وجوني بيهان وصلوا المدينة، كان آل إيرب وهوليداي متورطين أكتر وأكتر في عداوة مع شوية رعاة بقر اللي كان بيقودهم إخوات ماكلوري وكلانتون، وده كان هيؤدي قريب لأشهر اشتباك مسلح وأسوأهم سمعة في تاريخ الغرب الأمريكي. بعد ما وصلوا تومبستون انضم ليهم ابن جوني بيهان اللي عنده 8 سنين، ألبرت، من جوازه السابق. يبدو أنه في أوائل سنة 1881 بعد كم شهر من استقرارهم في تومبستون، جوزيفين راحت سان فرانسيسكو علشان تاخد ألبرت وتديله مساعدة طبية بسبب مشاكل في السمع كان بيعاني منها. ولما رجعوا لقت جوني في السرير مع مرات واحد من أصحابهم، وبناء عليه طردته من البيت. جوزفين ممكن تكون بدأت علاقة مع وايت إيرب بعد أسابيع قليلة من ما طردت بيهان. الجدول الزمني مش واضح، والعلاقة دي كانت هتتغطى لأن إيرب كان متجوز فعلا ومراته كانت جاية معاه تومبستون. مش واضح الأمور كانت وصلت لفين بينهم، لما في يوم 26 أكتوبر سنة 1881 الخلاف بين عائلة إيرب وعائلة كلانتون وعائلة ماكلوري وصل لذروته بعد سلسلة من الصراعات اللي كانت بتزيد. فيرجل إيرب اللي كان مارشال مدينة في تومبستون قرر ينزع سلاح رعاة البقر في اليوم ده. المعركة اللي حصل بعد كده بقت معروفة باسم معركة أوكي كورال. خلال 30 ثانية من تبادل إطلاق النار، فيرجل، مورغان ودوك اتصابوا كلهم، لكن وايت ما تقدش. بيلي كلانتون والاثنين إخوات ماكلوري اتقتلوا، لكن آي كانتون وكذا واحد من حلفائه هربوا. واستمرت العداوة لشهور بعد كده. ومع استمرار العداوة احنا عارفين ان جوزيفين ووايت بقوا عايشين مع بعض فعليا. وفي ربيع سنة 1882 هي راحت سان فرانسيسكو علشان تبعد عن الأنظار، وكانت بتستخدم اسم ميسيز جي إيرب. في نفس السنة أخو وايت مورغان إيرب اتعرض لكمين واتقتل على إيد عصابة آي كلانتون. وردا على كده وايت خرج مع مجموعة من الرجال للبرية في أريزونا علشان يطارد المسؤولين عن اللي حصل، واللي بقى معروف بعد كده باسم حملة انتقام إيرب. بعد كده بطل يكتب لمراته ويبان إنه كان قرر يسيبها. وبعد فترة اشتغلت في الدعارة وماتت بسبب جرعة زائدة من اللودانوم. وعلى العكس جوزيفين انضمت لإيرب في كولورادو في أوائل سنة 1883، وسرعان ما راحوا مع بعض على مدينة إيجل في آيداهو اللي كانت مدينة جديدة تظهر بسبب اكتشاف الذهب والفضة. وهناك إيرب فتح حانة اسمه وايت إليفانتس، وبعد كده راحوا على كاليفورنيا تاني. قضوا 4 سنين في سان دييغو اللي كانت لسه متوصلة بباقي أمريكا بعد وصول أول سكة حديد لأقصى جنوب غرب الولايات المتحدة القارية. وبعدين في سنة 1891 رجعوا لسان فرانسيسكو، لكن في الوقت ده كانوا بقوا مرتاحين ماديا شوية، وإيروب قدر يشتري كذا حانة وصالات قمار في أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. جوزيفين وايت اتجوزوا أخيرا على ما يبدو في سنة 1892 على يخت قبالة سواحل كاليفورنيا، مع إن الدليل على كده جاي من شهادات الناس اللي كانوا موجودين، لأن مفيش أي سجل رسمي للجواز ده اتلاقى. فضلوا يتنقلوا كتير بس المسافات كانت صغيرة نسبياً. مثلاً بين 1891 و 1896 قضوا أغلب وقتهم في سان فرانسيسكو، لكن اتنقلوا بين 4 بيوت مختلفة على الأقل. علاقة جوزيفين ووايت كانت كمان عاصفة جدا، كانت دايما بتوبخه عشان مش ناجح كفاية ماديا، وهو من ناحيته كان بيناديها سادي، وهو اسم كانت بتكرهه لأنه بيفكرها بأيامها
لما كانت بتشتغل في الدعارة وبتشتغل كراقصة بورليسك. كان كمان بيختفي لفترات طويلة، يمشي بعيد عنها وبيقضي وقت طويل في الشرب. الاتنين دخلوا في علاقات خارج الجواز، وعلاقتهم ببعض ممكن تكون اتأثرت أكتر بسبب عدم قدرة جوزيفين على الإنجاب. هي كانت حامل مرتين على الأقل قبل كده في حياتها، لكن أجهضت في المرتين. في أواخر تسعينات القرن التاسع عشر، وايت وجوزيفين راحوا ألاسكا. لما حاول وايت يدور على الثراء من جديد أثناء حمى الذهب في كلوندايك اللي حصلت هناك، وبرضه المحاولة دي فشلت، فرجعوا بسرعة للجنوب. وفي أوائل القرن العشرين بدأوا من جديد يتنقلوا بين مدن البحث عن الذهب في كاليفورنيا. واحدة من الأماكن دي في صحراء سونورا جابت شوية نتيجة، بس مش من النوع اللي كان هيخليهم أغنياء جدا. ومع ذلك اشتروا كوخ هناك، وبقى المكان اللي استقروا فيه أكتر من أي وقت فات في علاقتهم اللي استمرت 30 سنة. في أوائل عشرينيات القرن الماضي قرر الزوجين اللي كبروا في السن إنهم يقضوا جزء من الصيف في لوس أنجلوس، المدينة اللي كانت بتتحول بسرعة لعاصمة الترفيه في أمريكا، واللي كان بيتم فيها إنتاج عدد كبير من الأفلام السينمائية الجديدة. كتير من رعاة البقر القدامى راحوا هناك عشان يحاولوا يلاقوا لنفسهم مكان في صناعة الأفلام، ويتكون صداقات كتير. وبقى مستشار في بعض الأفلام اللي كانت بتصور إزاي كانت الحياة في أيام مجد الغرب القديم. وكمان حاول إنه يخليهم يعملوا فيلم عن حياته هو شخصياً، بس ما تمش الاتفاق عليه وهو لسه عايش. ويتعب جامد سنة 1928. آخر سنين حياته وكمان حياة جوزيفين بعده كانوا فعلا صعبين ومليانين حزن. هي كان دايما بتحب القمار، وفي السنين الأخيرة الموضوع بقى مشكلة كبيرة عندها، والمصروف اللي كانت بتاخده من عيلتها كانت بتخسره في القمار أول ما يوصلها. قدرتها على رعاية وايت كانت محدودة جدا، والناس اللي شافوا مرضها الأخير قبل ما يموت في يناير 1929 قالوا إنه جوزيفين ما عملتش شغل كويس خالص في الموضوع ده. جوزيفين عاشت لحد سنة 1944 وتوفت وهي عندها 83 سنة. مش معروف كتير عن حياتها بعد ما إيرب مات، يمكن علشان شهرته كرجل قانون من سنين فاتت جابت لهم اهتمام أكتر، وكمان علشان هي بقت غريبة في تصرفاتها أكتر بعد وفاته. واحدة من علامات ده إنها في سنة 1939 رفعت قضية على استديوهات 20th Century Fox لما حاولوا ينزلوا فيلم عن وايت إيرب فرونتير مارشال، وهو نفس نوع الفيلم اللي إيرب كان نفسه يتعمل وهو عايش. الفيلم اتعرض في الآخر بس كان اسمه ببساطة فرونتير مارشال. جوزيفين إيرب قضت آخر سنين عمرها في لوس أنجلوس، وموتها كان غامض زي أجزاء كتير من حياتها القديمة في أيام تومبستون سيئة السمعة. أهلا بيكم يا جماعة، شكرا جدا إنكم سمعتوني. أنا بريفكيس وقناتي في الأساس عن الجرائم التاريخية. حابب أشكر Forgotten Lives على إنه اداني الفرصة إني أروي هنا، ولو أي حد منكم حابب يزور قناتي في لينك في الوصف تحت، وما تقلقوش Forgotten Lives هيرجع الأسبوع الجاي.